لما باخد أي عربية عشان أعمل لها ريفيو دايما ببص على العربيات اللي من نفس الماركة في الشارع، بشوف التواجد بتاعها عامل ازاي، الحصة السوقية اللي هي واخداها. عربيات رينو من الملاحظ جدا إنها يمكن تكون أكتر ماركة أوروبي منتشرة في الشوارع. العربيات اللوجان والستيبوي والسانديرو ليها دور كبير في الانتشار ده، ولكن برضو الكادجار كانت عربية ماشية وبتشوفها كتير. العربية دي أنت هتبقى غلطان تماما لو افتكرتها الجيل التاني من الكادجار. الرينو أوسترال سيارة تجربة النهاردة هي سيارة جديدة بالكامل، تحس ان رينو بذلت فيها مجهود كبير قوي في عملها وانها تعمل لها تعلية او اب سكيل ملحوظ عن الكادجار، وده اللي احنا هنشوفه مع بعض في ريفيو النهارده. فيلا بينا. الرينو اوسترال تعتبر هي الاخت الغير شقيقة للنيسان الكاشكاي الجيل الجديد، ولكن العربية هنا تحس ان في شوية كده حركات في التصميم بتاعها متعوب عليها زيادة شوية ومدياها شكل افخم وتدي لك احساس انها عربية اكبر، خصوصا المقدمة بتاعت العربية بشكل الفوانيس المميز جدا اللي موجود فيها، سواء الإضاءة النهارية أو الإضاءة الرئيسية ال LED بالكامل اللي فيها برضو إضاءة للمنحنيات. وعلى فكرة من أول فئة العربية بتنزل بالإضاءة ال LED دي. الشبكة بتاعت العربية الضخمة بالنقط اللي موجودة فيها، وبينزل منها كمان نسخة بلاك باكج تبقى كل النواكل بقى اللي في العربية لونها أسود. كمان الاكسدام الضخم بتاع العربية وحساسات الركن، وهنلاحظ الليب سبليتر اللي موجود تحت اللي ما بين البلاستيك اللي هو المطفي والاسود اللماع، مع الجزء اللي موجود هنا برضو من الاسود اللامع او اللي احنا بنسميه البيانو بلاك. ولو طلعنا هنبص على الكبوت هنلاقي ان الجزء الوسطي منه طالع بارتفاع وخطوطه حلوه جدا، بيدي لمقدمه العربيه هيبه وحضور مميز جدا على الطريق. وعربيه التجربه باللون الازرق المميز ده، اللي طبعا انا دايما برشح لما تبقى جايب عربيه جديده بالسعر ده لازم تعمل لها فيلم حمايه اصلي. ودايما احنا بنرشح شركه كاربروجيني لاننا متابعين شغلهم من اول ما دخلوا السوق المصري، ناس بتشتغل بخامات اصليه فقط وشغلهم كله محترم جدا. فادخل على اللينك اللي باين عندك هنا في الاي عشان تدخل على صفحتهم وتتعرف عليهم اكتر، وتروح برضو بنفسك تبص على مستوى الشغل ونوعيته، وهتلاقيهم موجودين جنبك سواء في التجمع او الشيخ زايد او المنصوره او حتى بره مصر في الرياض. لو جينا لجنب العربيه هنلاحظ ان الفانوس داخل مع الرفرف برضو بتصميم انسيابي لطيف جدا. هنلاحظ ان مدخل فتحه التهويه الحقيقيه اللي موجود في الاكسدام هنا ده موجود عشان خاطر يجيب الهواء على الكاوتشات الاماميه ويبرد المكابح، وكمان بيساعد مع السرعه العاليه في ثبات القسم الامامي اكتر. دي حاجه ايروديناميكيه. العربيه بتاعت التجربه هي الفئه الثالثه، والعربيه للعلم بتنزل باربع فئات. لو عايز تعرف اسعارهم دلوقتي ادخل على لينك موقع هتلاقي اللي انا هكتبه لحضرتك هنا، هتلاقي الاربع فئات باسعارهم واسعارهم عند التجار وسعر السوق وقت ما تكون بتتفرج. عايز تعرفهم مننا كمل معانا الفيديو للاخر لان احنا عاده بنقولهم في التقييم النهائي للسياره. فلو بصينا على جنط الفئه الثالثه اللي معانا هنلاقي هو ده التصميم بتاعه، ده بينزل في الفئه الثالثه وبينزل في الفئه الثانيه، مقاس 19 205 على 55، وبيبقى فيه جانب اطار جيد زي ما حضراتكم شايفين. بالنسبه للفئه الاولى بتنزل بجنط 17، والفئه الاخيره اللي هي فئه الالبين بتنزل بجنط 20. والجنوط الحقيقه في الفئات الثانيه والثالثه والرابعه اشكالهم حلوه جدا وبيوفروا لك جانب اطار مميز. لو ظبطت العربيه على الضغط الموصى به ما اعتقدش ان العربيه هتعمل معاك اي مشاكل. عربيه التجربه ما عملتش معايا اي مشاكل في المشي ولا في مطبات ولا في اي حاجه. ولو بصينا على باقي بقى تصميم جنب العربيه هنلاقي انه هو ماشي بشكل لطيف جدا. الخط بتاع السقف ما بيملش قوي في الحته اللي ورا، فموفر لك ارتفاع جيد جدا جوه العربيه. برضو الفئات الثالثه والرابعه بينزلوا تو تون، يعني بتنزل لونين بسقف اسود. وهنلاقي ان العربيه مزيج ما بين الاسود اللماع ده والنواكل اللي موجوده في الروف راكس والاطار اللي فوق النوافذ، ولكن النسخه السوداء او البلاك اديشن اللي بتنزل من الالبين بتبقى كل الحاجات دي فيها باللون الاسود، والداير اللي حوالين الجنوط واللي تحت هنا في العتب كله معمول برضو من الاسود اللماع او البيانو بلاك. والعربيه بتنزل بزجاج ملون، درجه التعتيم بتاعته جيده جدا، موجوده هنا في الباب وموجوده في الازاز اللي موجود في السي بيلر. وبينزل فيها سقف بانوراما ما بيتفتحش، والمرايات بتاعتها فيها تحذير النقاط العمياء وفيها تدفئه طبعا وضم كهربائي. والعربيه بتنزل بحساس اقتراب من غير بصمه في الابواب، يعني مجرد ان انت تبقى حاطط المفتاح في جيبك هي بتفتح وبتقفل. ودي برضو حاجه غريبه، انا كنت دايما افضل ان لازم يكون فيه بصمه في الباب. ظهر العربيه برضو حلو جدا خصوصا بسبب الفوانيس المميزه قوي اللي موجوده في الظهر. شايفين كأن اللاد بار ده واخد الشنطه كلها، والفانوس حجمه كبير، الحته اللي في الشنطه كبيره، الحته اللي هنا برضو مش صغيره، الحته اللي هنا دي اللي بيبقى موجود فيها الفرامل والاشارات، الحته دي بتستمر بس كلاد بار، ولكن هي ما بتقفلش لهنا. ما عنديش اي اعتراض عليها، عامله تناسق مع الصاج والعلامه. وتحت في الاكسدام هنلاحظ ان هو حاطط المارشدير والفوج لايت الخلفي. الحركه دي انا ما بحبهاش بصراحه، ولكن كويس ان هو حاطط الاشاره فوق. يعني في شركات تانية بتحط لك الاشاره تحت، دي بتبقى مؤذيه جدا وغير عمليه خالص وغير امنه
اثناء المشي. ولاقي كلمه استرال مكتوبه هنا كبيره بفونت برضو لطيف، وتصميم الشنطه مع تصميم الازاز والسبويلر الاسود الكبير ده والمزيج اللي موجود في الاكسدام ما بين الاسود اللي هو اللي بيلمع مع البلاستيك المطفي، حساسات الركن، الكاميرا بتاعه الرؤيه الخلفيه النقاء بتاعها تقدر تقول عليه 50-60%. ومن تحت هنا هنلاقي ان هو مش حاطط لك بقى فتحات شكمان غير حقيقيه ولا اي حاجه، فالتصميم اجمالا يعتبر لطيف جدا وبرده ليها هيبه. تعالوا نبص على الشنطه مع بعض، هنلاقي ان الشنطه بتفتح كهرباء، وفي الفئه الرابعه بيبقى فيها حساس رجل. مساحه الشنطه 500 لتر على وضعها اللي انتوا شايفينه ده. الارضيه بتاعتها تعتبر عاليه لان تحت بيجي استبن بالحجم الكامل، ولكن بيوفر لك مساحات تخزين حواليه، يعني الحتت اللي هنا الحتت اللي هنا. كمان الشنطه فيها جيبين موجودين في الجنب، وعندك الامكانيه ان انت تكبرها لو كان الاستبن ده اصغر، ان كان يبقى فيها فولس فلور او الارضيه الزائفه. وبرده عن طريق حركه كده هعملها لك في الكنبه الخلفيه، انت ممكن توصل مساحه الشنطه دي الى 575 لتر، لان انت ممكن تحرك الكنبه اللي ورا بمقدار 16 سم لقدام. كمان لو نيمت الكنبه خالص وهي بتنزل بمقدار التلت والتلتين، بتوصل مساحه التحميل الاجماليه ل 1525 لتر، ودي مساحه تعتبر كويسه جدا. بالنسبه بقى لمساحات الجلوس في القسم الخلفي، انا مرجع الكرسي ده لورا شويه وهو متظبط على وضعيه قيادتي، لكن انا منزله ومرجعه ورا مخليه يعني وضعيه رياضيه حبتين، وانا تقريبا 173 174 سم، ودي مساحه الركب اللي متوفره عندي هنا. مساحه الاقدام كويسه، ممكن تمد رجلك تحت الكرسي اللي قدامك، ولكن في نفق موجود هنا فهتبقى محدده رجليك شويه. وهنلاقي جيوب تخزين في ظهر المقاعد الاماميه شبك موجود، فتحات تكييف لركاب القسم الخلفي، ومنفذين يو اس بي تايب سي. هنلاقي المخدع اللي موجود هنا فيه 2 حاملات اكواب، والتبطين بتاعه كويس. تبطين الكنبه عموما ما يعتبرش طري قوي، ولكن هو مش مزعج خالص. الفئه الاولى من العربيه بتنزل قماش، ولكن الفئه الثالثه اللي معانا يعتبر مزيج ما بين الجلد وقماش. الشكل بتاعه حلو قوي، والملمس بتاعه يعتبر جيد جدا، وجودته برده عاليه. وهنلاقي نقاط تثبيت كراسي الاطفال الايزوفيكس، الوصول اليها سهل جدا. وبالنسبه بقى لمساحات الرؤوس فتعتبر برده مميزه جدا، اي حد لحد 180 او اكتر هيبقى قاعد مرتاح، خصوصا مع وجود السقف البانوراما اللي مغطي لحد يعني اخر السقف خالص. وفرش السقف بتاع العربيه يعتبر برده شيك قوي، متناسق مع نوعيه القماش اللي مستخدمه، والاضاءه موجوده ورا هنا وبتعمل باللمس. ولو قعدت بقى في المقعد الوسطي فهتلاحظ ان القعده بتاعته اريح من الاثنين اللي جنبه، او تبطينها اطرى. الظهر بتاعه ناشف شويه عشان خاطر المخدع اللي موجود. مساحه الرؤوس مفيش فيها اي مشكله عشان برده الفراغ اللي عامله السقف البانوراما. مساحه الاكتاف تعتبر معقوله، العربيه ما هياش صغيره قوي، تكفي بيرتاح جدا فيها 2 كبار وحد قليل قاعد في النص، 3 اطفال هيبقوا قاعدين ورا مرتاحين جدا. مساحه الاقدام بس اللي هيبقى قاعد في النص اللي هتبقى ضيقه شويه بسبب وجود نفق ما يعتبرش قليل، وفي نفس الوقت المساحه بتاعه الكونسول داخله لورا شويه، فلو انت بقى رجلك 42 43 مش هتبقى عارف تقعد فيها في الحته دي، هتضطر تحط رجليك في الطرفين اللي جنبك. لو بصينا على الابواب الخلفيه هنلاقي ان الزاويه بتاعه فتح الباب مش كبيره، ممكن تضايقك لو هتحط كراسي اطفال من الحجم الكبير في الايزوفيكس. كمان الخامات البلاستيك اللي مستخدم فيها بصراحه في الجزء العلوي هنا مش حلو خالص، ولكن الجزء السفلي اللي هنا فيه زي تطريز بلون ابيض، ويعتبر مواد لينه الى حد كبير، والجزء اللي بتسند عليه كوعك برده مريح، والجيوب بتاعه التخزين اللي فيها حجمها حلو جدا. الابواب الاماميه الوضع احسن كتير في موضوع الخامات، الجزء العلوي مواد لينه. هنلاقي هنا الاضاءه المحيطه بتاعه العربيه بتتغير حسب الدرايفنج مود، وبتغيرها انت برده حسب مزاجك. الجزء اللي هنا زي الباب اللي ورا فيه تطريز برده من هنا ومن هنا، والحته اللي بتحط عليها كوعك مريحه. اماكن التخزين اللي في الباب واسعه وعمليه جدا. النظام الصوتي بتاع العربيه ال8 سماعات برضه يعتبر جوده الصوت فيه جيده. وهنلاحظ ان ابواب العربيه بتغطي لحد العتب السفلي عشان خاطر ما توسخش رجلك في العتب لو انت ماشي في ميه او طين او كده. الكراسي الاماميه بتوفر لك تدعيم وراحه جيدين جدا. كمان الفئه الثالثه فيها كومفورت اكسس، اول ما بتدور العربيه الكرسي بيرجع للوضعيه اللي انت مبرمجه عليها، اول ما بتبطل وبتفتح بيرجع لك لورا عشان خاطر تعرف تنزل بسهوله. وزي ما قلنا بتتنوع ما بين قماش بس في الفئه الاولى، قماش وجلد في الفئتين الثانيه والثالثه، والكانتارا وجلد في الفئه اللي هي الالبين، مع تطريز باعلام علم فرنسا في فئه الالبين برضو. كرسي السائق هنا بيجي كهرباء وفي مساج وفي ميموري بتظبطها مع البروفايل بتاعك اللي بتعمله على السيستم. كرسي الراكب الامامي بيجي بظبط يدوي، في الفئه الرابعه بيبقى كهرباء. والكراسي اجمالا ما تعتبرش قعدتها طريه قوي، ولكن هو ده احساس الكراسي في العربيات الاوروبي عموما، ولكن هي مش مزعجه خالص. والميزه كمان هنا ان كرسي الراكب الامامي فيه نقاط تثبيت لكراسي الاطفال الايزوفيكس. ولو بصينا بقى اجمالا على الخامات المستخدمه في التابلو، فنلاقي ان التابلو كله مستخدم فيه مواد لينه ومواد عاليه الجوده، زي الجزء القماش اللي موجود هنا ده بيبقى الكانتارا في فئه الالبين. الاضاءه المحيطه اللي برضو بيبقى شكلها حلو كده
غير ما يدور حواليك. الشاشات بقى المميزه للعربيه شاشتين متصلين، يعتبر الحجم الاجمالي بتاعهم 21 بوصه و3 من عشرة. هنلاقي فتحات التكييف في الارتفاع الكويس المظبوط بتاعها، خصوصا الاثنين بتوع السائق. التكييف بتاع العربيه مش هقدر احكم عليه قوي لان انا برضو بجربها، يعتبر في جو شتوي. وبرضو العربيات اللي بتبقى فيها بقى شاشات وبيانو بلاك كتير من جوه دايما محتاج يبقى معاك فوطه زي دي، عشان طول ما انت قاعد تقعد تعمل زيي وتقعد تشيل التبصيم اللي بيحصل عليها. دريكسيون العربيه شكله لطيف، من النوع اللي هو المسطح كده من فوق ومن تحت. وبرضه هتحتاج نفس الفوطه دي عشان تلمع الدريكسيون بتاع العربيه، لان الزراير بتاعه المالتي فانكشن بتاعه كلها من البيانو بلاك، وهي بتعمل يعني مش باللمس قوي، هي بتدي لك كده هابتك فيدباك، بس بتبصم كل شويه، في كل شويه تحتاج ان انت تنظفها. الجزء اليمين من الدريكسيون للتحكم في التليفون، الاوامر الصوتيه، وتغيير الشكل بتاع لوحه العدادات، بتتغير ما بين وضعيتين. وفي برضه زرار فيفورت انت بتظبطه، وفي هنا للتحكم برضه في لوحه العدادات اللي موجوده هنا، بحيث انها بتبين لك يا اما الار بي ام، يا اما المسافه المقطوعه، يا اما الميديا اللي شغاله وخلافه. والجزء الشمال منه للتحكم في مثبت السرعه، البيانو بلاك اللي موجود فيه كتير. وفي هنا زرار مالتي سنس، ده لتغيير وضعيات القياده بتاعه العربيه، بتتنوع ما بين الوضع المريح والوضع الاقتصادي ووضع انت بتخصصه، وكمان الوضع الرياضي. هنلاحظ ان في بدل شيفترز موجودين هنا رغم ان العربيه سي في تي، وكمان الدريكسيون تلسكوبيك وبتتحكم فيه، ممكن تظبطه لقدام والورا والفوق والتحت حسب الوضعيه اللي تناسب طولك وقعدتك. ورا الدريكسيون هنلاقي بقى الدراعات بتاعه المساحات والنور والفتيس بتاع العربيه اللي موجود هنا زي عربيات مرسيدس، حاطينه في عمود الدريكسيون. وكمان هنلاقي الجزء بتاع التحكم في الميديا، تعلية وتوطية الصوت وتقديم وتاخير الاغاني وتغيير محطات الراديو، كعاده عربيات رينو دايما بيحبوا يحطوها في الحته دي. فلو انت راكب اي عربيه تانية غير عربيات رينو هتاخد لك يومين على ما بتتعود وايدك تاخد الماسل ميموري بتاعتك تاخد على الحاجه. الاول كنت بضطر اكسر الدريكسيون شويه عشان اشوف ايه اللي موجود تحت. بالنسبه للتابلو بتاع العربيه، شاشه 12.3 من عشرة بوصه، ليها 2 فيو، يا اما الوضع اللي هو المينيمال البسيط قوي ده، وموجود فيها طبعا عرض بيانات البنزين والحراره بتاعه العربيه، ولو في اي حاجه في الاعطال او لو في كاوتش في اي حاجه برضو بتكتبها لك هنا. برضو الجرافيكس بتاعتها لطيفه والنقاء بتاعها يعتبر عالي، وبتبقى رسمه لك العربيه لو دوست فرامل بتنور لك نور الفرامل، لو اديت اشاره او مشغل الانتظار بيبينه لك على الجرافيك اللي موجود في النص. وهنلاقي على الشمال هنا 3 زراير، واحد لفصل التحكم بالتماسك، واحد لفتح الشنطه وقفلها، واحد للتحكم في مستوى الاضاءه بتاعه التابلو، وفرامل اليد الكهرباء اللي هي بتتاكتف اوريدي اول ما انت بتجيب البي او بتفك حزام الامان، وكمان الاوتو هولد بتاع العربيه موجودين هنا تحت. وهنا الزرار اللي بيبطل ويدور العربيه، وجنبه الشاشه بتاعه النظام المعلوماتي والترفيهي. يعتبر الاستخدام بتاعها لطيف، لما بتجيب الهوم بتدي لك كده شويه ويدجتس، انت برضو عندك القدره ان انت تظبطهم وتغير فيهم على حسب انت بترتاح لايه اكتر. ولكن الديفولت بتاعها بتبقى عارضه لك الساعه والميديا والتكييف، البيوريفاير فيها جهاز لتنقيه هواء التكييف، وكمان المعلومات عن القياده بتاعتك ومعدلات استهلاك البنزين والكلام ده كله. هتلاقي فيها هنا شورت كاتس للميديا وللتليفون، وفي هنا بقى الابلكيشنز التانية زي الاندرويد اوتو والابل كار بلاي، والاداره بتاعت الديفايس دي نفسها، والسيتنجز بتاعت السيستم، التاريخ بقى والساعه والحاجات دي كلها والكالندر. وهنا لما بتدوس على علامه الفيكل بتجيب لك بقى الدرايفنج مود اللي انت ماشي عليه، وبتعمل له كونفيجر. يعني انت ممكن الرياضي بالديفولت كده بيبقى عامل لك الاضاءه المحيطه حمراء، ولكن انت عندك القدره ان انت تغيرها، ممكن تخلي الاضاءه المحيطه دي حمراء في الكومفورت مثلا، او في الايكو، رغم ان الايكو ممكن يكون اخضر او ازرق، فانت بتغير فيها زي ما انت عايز. فيها وضعيات برضو الكراسي بتشغل المساج، وجوده الهواء داخل المقصوره، ونصايح برضو للقياده الاقتصاديه، والظبط بقى بتاع السياره نفسه. اجمالا النظام يعتبر سهل، والاستخدام بتاعه ما هوش صعب خالص، في خلال يومين 3 بتكون لميت الدنيا. والكواليتي بتاعت المكالمات بتاعت الصوت والبلوتوث بتاعته كويسه جدا. والتكييف بقى الميزه ان انت بتشغله من زراير موجوده هنا تحت الشاشه، زراير بقى عاديه خالص، الملمس بتاعها كويس، الاستخدام بتاعها كويس، وبتتميز بقدر جيد جدا من الصلابه. تقدر تتحكم في درجه الحراره بتاعت التكييف والمروحه، وكمان تشغيل اللي بيشيل البخار من على الزجاج الامامي والخلفي، وانك لو عايز تشغل التكييف اوتو عايز تقفل الهواء اللي جاي من بره. وتحت الزراير دي هنلاقي الزرار بتاع اللوك بتاع الاربع ابواب، والزرار بتاع الانتظار، ولكن الحته دي انا ملاحظ ان هي ضعيفه شويه، كان ممكن تبقى اقوى من كده او الجوده بتاعتها اعلى من كده. تحت الشاشه هنلاقي الكونسول الوسطي، التصميم بتاعه حديث وحلو، في تطريز كده موجود في الاجناب، وفي بيانو بلاك مطعم الفريم الداخلي بتاعه، والحته اللي بتفتح المسند الوسطي. حتى الخامات اللي موجوده هنا بلاستيك يعتبر لين. وهنا بقى الجزئيه دي موجود فيها الشاحن اللاسلكي، ومديلك المرونه ان انت تحركها، تقفل بيها حاملات الاكواب اللي قدام، وتعمل مساحه تخزين هنا، او ترجعها ورا على حسب ما انت هتبقى مريح ايدك وحاططها ازاي. وهي حلوه وعمليه، بس انا طبعا كل ما بشوفها
يشوفها بقى الجيل بتاعي هيفهم اللي انا بقوله. بفتكر لما كان دوك فليد عايز ينطلق بجراندايزر وكان يقوم قايل له جراندايزر انطلق ويقوم محركها لقدام ولورا، فطول ما انا ماشي قاعد العب بيها كده وعامل فيها جراندايزر. يعني قدامها هنا هنلاقي منفذين يو اس بي تايب سي ومنفذ 12 فولت عشان لو لسه بتستخدمه، ومكان للتخزين صغير ممكن تحط فيه المفتاح بتاع العربيه اللي هو بيجي على شكل كارت، اوريهولكوا برضو اهو. حاملات اكواب بحجم مميز وفيها برضو اماكن للتثبيت، وهنا مكان تخزين برضو تحت يعتبر الحجم بتاعه معقول جدا ولكن هو بلاستيك غير مبطن. والمسند اللي هنا التبطين بتاعه حلو قوي وكمان المساحه بتاعته حلوه، ممكن الاتنين اللي قدام يبقوا قاعدين مرتاحين. بيفتح على نصين وفي مساحه تخزين معقوله ما هياش اكبر حاجه، ولكن للاسف برضو مش مبطنه، فلو انت حاطط فيه مفاتيح او اي حاجه من اللي بتعمل اصوات هتفضل تعمل اصوات طول ما انت ماشي. ونكمل مساحات التخزين في القسم الامامي بالتابلو بتاع العربيه اللي بينزل بطريقه شيك لما بتضغط على الزرار ده بقى متبطن تبطين حلو قوي، وده اللي ممكن تحط فيه اي حاجه من اللي ممكن تعمل لك اصوات او ازعاج. وضعيه الجلوس ومساحات الرؤيه في الرينو الاسترالي يعتبروا حلوين جدا. الكرسي بيوفر لك مستوى راحة معقول جدا، بيوفر لك ثبات في الأجناب وبيبقى ماسكك كده بطريقة برضو مميزة، وكمان الكرسي بتاع السواق في العربية دي فيه مساج، والفئة الرابعة الكرسيين اللي قدام فيهم مساج، فأنت بتبقى قاعد مرتاح جدا وأنت ماشي. مساحات الرؤية في الأمام وفي الأجناب ممتازة. الكبوت بتاع العربية عالي، لو أنت بتحب تقعد في وضعية مرتفعة بتبقى شايف كل حاجة، ولو أنت بتحب تقعد وضعية جلوس منخفضة شوية زي ما أنا بفضل برضو أنت بتقدر إنك تلم أبعاد العربية بمنتهى السهولة. الرؤية في القسم الخلفي من المراية تعتبر مثلا 60% زي ما انتم شايفين كده، بسبب مساند الراس لو نزلتها لتحت شوية هم هنا مرفوعين، لو نزلتهم لتحت بتوفر لك رؤية افضل وتعتبر برضو معقولة ما بتضايقكش، وخصوصا ان المرايات بتاعت العربية بتوفر مساحات رؤية حلوة جدا، وكمان فيها تحذير النقاط العمياء وعندك كاميرا خلفية تساعدك في الباركينج، فتعتبر الامور كلها متظبطة. العربية بتنزل بموتور 1330 بالظبط، 4 سلندر تربو، 150 حصان، 250 نيوتن عزم. المفروض ان هو معمول له دي تيوننج، يعني قوته متقلله من 160 حصان 260 نيوتن تقريبا عشان خاطر يتوافق مع البنزين عندنا في مصر. علبه التروس اللي بتنزل في العربيه هي سي في تي اكسترونيك. المفترض ان هو سي في تي او نقل حركه مستمر، ولكن بيعمل بطريقه مطوره شويتين بحيث ان هو يعمل اداء جيد ويحقق اعتماديه وفي نفس الوقت يحقق اقتصاديه او توفير جيد للوقود. زي ما قلنا الفتيس بتاع العربيه موجود في عمود الدركسيون. مش عايز اقول لكم على كم المرات اللي انا اتلخبطت لما اجي اجيب مارشدير تحديدا، المفروض انك بتعملها كده بس انا كتير كنت بشغل المساحات. فخلينا نجيب العربيه على الدي ونجيب النمط بتاع القياده على السبورت، بيغير من الشكل بتاع العربيه، بيعمل بقى اضاءه حمراء زي ما انتم شايفين. الامبيانت لايت اللون بتاعه اختلف، انت برضو بتعمل له كونفيجريشن زي ما وضحنا. هنفصل التراكشن بتاع العربيه ونفصل التكييف بتاعها. المفترض انها بتعمل من 0 ل 100 في 9 ثواني و3 من 10. فتعالوا كده خلينا نتفرج ونشوف التسارع عامل ازاي. العربية ما هدرتش عزم خالص، والفتيس وصل لدورات المحرك او الموتور وصل لدورات المحرك المرتفعة وبقى ثابت عليها. المية جت اهي بسرعة زي ما شفتوا، وبتفضل محققة العزم وهي فيها زي نقلات افتراضية، يعني بتدي لك احساس انها بتنقل بتاب شيفت كل شوية. خلينا كده نجرب الفرامل. الفرامل بتاعت العربية ممتازة جدا، انا بس اللي جبتها يمين عشان خاطر اوسع مجال للطريق من ورا، فزي ما شفتوا التسارع والفرامل بتوع العربية يعتبروا جيدين جدا. دلوقتي انا رجعت التراكشن بتاع العربية ولسه على النمط الرياضي. تعالوا بقى نجرب الارتقاء في المطلع بتاعنا. تحس ان العربية بتعمل كيك داون، يعني هي فيها الدواسة فيها زي دوستين كده وبتعمل معاك كيك داون افتراضي رغم ان هو سي في تي، بس زي ما انتم شايفين الارتقاء بتاعها حلو قوي. نمسك بقى فرامل ونشوف الملف بتاعنا ونشوف اداء العربية في الملفات، ومع دوست الفرامل بتحس ان الموتور بيعمل داون شيفت. خلينا كده نشوف الثبات بتاع العربية. انا داخل الملف على سرعة عالية اهو 95 96، والعربية بتدي لك الثقة ان انت تزود اكتر من كده. والنمط الرياضي بيحتفظ بدورات محرك مرتفعة، ما بيخليش العربية تفقد المومنتم او العزم بتاعها. كمان بيدي تقل للدركسيون. كل الحاجات دي انت ممكن تعمل لها كونفيجريشن في الدرايفنج مودز بتاعت العربية عادي من عندك هنا من الشاشة. خلينا بقى نجيب العربية على نمط القيادة الكومفورت، وهو النمط الديفولت بتاع العربية. يعني كل ما بتبطل العربية وبتدورها تاني
تاني بتلاقيها بترجع هي باي ديفولت كده على الكومفورت. صوت الموتور هادي. اول ما جبنا النمط اللي هو المريح ده، التسارع في النمط الاقتصادي بيفرق. الايكو في العربيه دي بينيم العربيه تماما، بيهبطها كده وبيخليك ايه، تحس ان انت لا يا انت هتصحيني عشان اجري، وبعد كده تبتدي تفوق معاك. كمان بيقلل من البروده بتاعه التكييف لو انت عامل الاي سي على ماكس او كده، بيقلل برده من الجهد اللي طالع من الكمبريسور على العربيه، كل ده عشان خاطر يوفر الوقود. خلينا نشوف كده على النمط الكومفورت، في تاخير شويه في الاستجابه ملحوظ بينه وبين لما كنا على السبورت مود، ولكن برضو الارتقاء بتاعه معقول جدا، يعني مش وحش. انا شايف هنا 160 في فترة قليلة جدا. جهاز التوجيه اللي موجود في العربية حلو قوي، بينقل لك احساس المحور الامامي بتاعها، بيوفر لك خفة للدركسيون داخل المدينة واثناء الركن، وبيدي للدركسيون تقل كده شوية لما العربية بتبقى ماشية على سرعات عالية. جهاز التعليق اللي بتنزل بيه العربية مستقل في الامام، وتورشن بار للاسف في القسم الخلفي زي اخواتها الفرنساويين بقى البيجو 3008 وزي السيات الاتيكا وكذا عربية. بيوفر لك مستوى راحة حلو جدا داخل المدينة، ما ضايقنيش خالص. بيوفر مستوى ثبات عالي قوي في الملفات زي ما شفتوا. وتعالوا نشوف كده مثلا القسم الخلفي هيعمل ايه في المطب اللي موجود هنا، ما شاء الله بيكبر كل شويه. بص مثلا العربيه ما راحتش خالص. لو المطب عمق لتحت او فواصل كباري زي كوبري اكتوبر مثلا دلوقتي ممكن يضايقك، ولكن على المستوى العام في الثبات اللي العربيه بتوفره، لا هو مستوى يعني عظيم. زي ما شفتوا العربيه ما بتتزحلقش خالص، فالثبات بتاعها مع احساس الصلابه الاوروبي لا بتدي لك تجربه قياده حلوه محترمه جدا للي بيقدر السواقه. يعني تخش بقى الملف بسرعه، تخش على سرعه مش منطقيه، العربيه بتلم نفسها معاك وبتعرف ان انت تلمها بسهوله. وجهاز التوجيه بتاعها بيساعدك، وفيها بصراحه من الامان والثبات ما يعني يدي لك كل الاطمئنان اللي انت عايزه. عربيه سريعه بصراحه، والاستجابه بتاعت السي في تي في التسارع حلو. موضوع النقلات الافتراضيه اللي بيدولك ده بيديلك برضو احساس شويه ان العربيه مش سي في تي. وهو عامل لك هنا بادل شيفترز، انا بصراحه ما استخدمتهمش خالص، وبلاقي ان هم ما لهمش معنى في العربيات السي في تي. تعالوا نشوف كده هتجيب سرعه قصوى قد ايه. انا كنت سمعت ان العربيه سرعتها متحدده 180، بس انا بصراحه ما جربتش، فبجربها معاكم دلوقتي لاول مره، هشوف هل هي فعلا متحدده ولا لا. بس هي واضح انها ايه، انها فعلا متحدده، لان انا حاسس بالتكتيفه بتاعه العربيه. حاجه قد تكون سخيفه لبعض الناس وقد تكون مش فارقه للناس اكتر، لان احنا عاده خلاص ما بقيناش بنمشي على السرعات دي. وزي ما انتم شايفين النهارده الرادارات ماليه الدنيا، بس انا شخصيا بفضل ان هو اللي يخليني انا ابقى صاحب القرار يعني والاختيار. العربيه قادره انها توصل سرعات اعلى من ال 180. عموما تجربه قياده مميزه بتقدمها الرينو الاوسترا. استهلاك الوقود في العربيه ما قلش معايا عن 8.5 9 لتر لكل 100 كيلو متر. اللي يقول لك بقى انا بجيب بالعربيه دي 6 وبجيب بيها 6.5، ما اعرفش بيعملها ازاي. ولكن على القياده العاديه، على نمط القياده الكومفورت او النمط المريح، ومع السواقه الطبيعيه اللي هي جوه القاهره دائري، بتجري شويه بتهدي شويه بتمشي في زحمه شويه، ما بتقلش عن ال 8.7 من 10 9، هو ده الرينج الطبيعي بتاعها. اما بقى بالنسبه للعزل الصوتي بتاع العربيه فهو ممتاز، فاجئني. يعني العربيه هاديه، بتوفر هدوء حلو قوي، حتى لو انت فاتح الازاز وماشي ما بتعملش توربulence وما بتعملش دوشه، بتعزلك عن الاصوات الخارجيه. العزل الهوائي بتاعها ممتاز، العزل الارضي بتاعها ممتاز، على السرعات برضو العزل بتاعها ممتاز. فاجمالا العزل الصوتي في العربيه اديله 9 من 10 على الاقل. بالنسبه لمواصفات الامان، فالاربع فئات بتوع العربيه بينزلوا بمواصفات امان قياسيه محترمه جدا. مبدئيا العربيه واخده تقييم 5 نجوم في اختبارات السلامه الاوروبيه اليورو انكاب. الفئات كلها بينزل فيها منع انغلاق المكابح الاي بي اس، بينزل فيها تحكم ديناميكي في الجسم بتاع العربيه اي اس بي او نظام الثبات الالكتروني، توزيع الكتروني لقوه الكبح، معزز للفرامل، ونظام للمساعده على السياره في المنحدرات والمرتفعات، نظام لمراقبه ضغط الهواء في الاطارات، واضاءه ال اي دي بالكامل قدام وورا، وكمان حساس نور ومطر، وفرامل طوارئ لمنع الحوادث. الفئات الاولى بتنزل بستة اير باجز، الفئه الثالثه والرابعه بينزلوا ب7 اير باجز، بيبقى فيه وساده هواء هنا بين الاثنين الركاب اللي قدام.
قدام، وكمان الفئتين الاعلى بينزلوا بتحذير النقاط العمياء والاوتو هاي بيم، او انها بتنور النور العالي تلقائي حسب ظروف الطريق وحسب ظروف المرور اللي حواليك. والعربيه ما فيش فيها انظمه البقاء في الحاره المروريه وكده، ولكن يعتبر اجمالا منظومه الامان فيها محترمه جدا. طيب نقيم بقى العربيه التقييم النهائي بتاعها. العربيه بتنزل باربع فئات، اسعارهم بتتراوح بين 1,535,000 لحد 1,975,000، ودي الاسعار الصحيحه يوم تصوير الفيديو. الفئه الثالثه اللي معانا ثمنها تقريبا 1,845,000. العربيه بتوفر لك تجربه قياده مميزه جدا بطابع اوروبي، فيها الصلابه بتاعه العربيات الاوروبي، فيها التماسك والثبات بتاعه العربيات الاوروبي، اداء جيد جدا، مساحات داخليه جيده جدا، الثبات بتاعها ممتاز زي ما انتم شفتوا في اختبار القياده، مستوى امان متميز، ومقصوره عمليه فيها اماكن تخزين برضو كويسه جدا، عزل صوتي ممتاز، مستوى راحه يعتبر مميز، كماليات جيده جدا، منظومه نقل حركه متجربه بقالها كذا سنه في الكاشكاي الجيل الجديد لما نزلت ما عملتش اي مشاكل. كمان الموتور بتاع العربيه احنا شايفينه متجرب في عربيات مرسيدس، حاجات زي السي ال اي والجي ال اي، ولكن هناك طبعا بينزل بعلب تروس دول كلاتش. التوكيل بتاع العربيه برضو مش صغير، هي نفس الشركه الام المالكه برضو لتوكيلات كيا وبايك مؤخرا، غير ان العربيه كمان تعتبر تحديث. لا انا مش هقول تحديث، هي تعتبر حاجه مختلفه عن الكاتجار، وتعتبر حاجه احلى، يعني قربت من العربيات اللي هي بقى ايه البنش مارك اللي زي التيجوان وال3008 والحاجات دي. العربيه ما بقتش بعيده عنهم بنفس المسافه اللي كانت الكاتجار بعيده عن الاجيال السابقه فيهم. العيوب بالنسبه لي ان كان نفسي ضمان العربيه يكون اكبر من كده. العربيه بتيجي ب3 سنين او 100,000 كيلو، معظم المنافسين النهارده بقوا 5 سنين و150,000 كيلو، بقى في شركات صيني في نفس البراكت بتاع السعر ده بتدي ضمانات 250,000 كيلو، 7 سنين، ومليون كيلو على الموتور، وحاجات غريبه بقينا بنشوفها. برضه من العيوب ان قد تكون الراننج كوست او تكلفه التشغيل بتاعتها عاليه نسبيا، لانك بتروح كل 8,000 كيلو تعمل الصيانات بتاعتها، مش كل 10,000 زي العربيات المنافسه. من النقاط الثانيه ان برضه قطع الغيار بتاعتها مش منتشره بره التوكيل، وبالنسبه لاسعار قطع الغيار في التوكيل فلما هتشوف الارقام هتلاقيها غاليه، بس انت النهارده لو سالت على اسعار كل الفئه دي من العربيات الكروس اوفرز المتوسطين دول هتلاقي ان كل الاسعار بتاعتهم بقت شبه بعض. اجمالا من وجهة نظري العربية ممتازة، وتعتبر النهاردة اكتر اختيار عقلاني ومنطقي في حتة المليون ونص 2 مليون، لانها بتقدم باكج فعلا محترمة جدا. يعني لما هتبص على فرق السعر بينها وبين عربية زي التيجوان وتلاقي انها بالاوفر برايس ملمسة في حتة المليون جنيه، فطبعا it doesn't make any sense ان انا ادفع الفرق ده، رغم ان العربية زي ما قلنا انها مش تيجوان برضو، يعني لسه في شوية فروقات، بس الفروقات اللي ما بينهم لا تبرر ابدا فرق الزيادة السعرية ده. أوسترال من وجهة نظري عربية رينو بذلت مجهود عالي جدا فيها وهي بتعملها، وعربية من العربيات القليلة اللي فعلا تستحق فلوسها في السوق المصري حاليا. كمان عربية حلوة مميزة عائلية، تصلح لأسرة من 5 أفراد، وتصلح لأي حد عايز عربية النهاردة في حتة 1.5-2 مليون زي ما اتكلمنا وقلنا. في الختام لو في حاجة أنا ما غطيتهاش في الفيديو يا ريت تكتبوها لي في التعليقات. ما تنسوش تتابعوا الموقع بتاعنا، هكتبه لكم هنا على الشاشة، هتلاقي عليه كل الأخبار العالمية والمحلية. كمان اعملوا لنا فولو على كل السوشيال ميديا بتاعتنا، هكتب لكم الهاندل بتاعنا، ده هاندل موحد للإنستجرام والتيك توك وكل حاجة. وطبعا ما تنسوش تعملوا اشتراك في قناة اليوتيوب، ومتشكر على المتابعة، واشوفكم فيديو جديد قريب إن شاء الله.